اهلا بكم الاخوه الاخوات، فيديو جديد على قناتكم اجد السبور. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في صحه جيده. اليوم الاخوه الاخوات الجمعه، السي وليد الركراكي حط اللائحه اللي غادي تشارك في المباراه الوديه نهار 12 يونيو امام فريق عفوا منتخب الراس الاخضر، في مقابله وديه اللي غتجرى في ملعب مولاي عبد الله في الرباط. من موراها المغرب غادي يرحل لجنوب افريقيا لمواجهه جنوب افريقيا، المنتخب الجنوب افريقي، في 17 شهر 6 برسم التصفيات كأس افريقيا اللي ديجا حنا تأهلنا ليها، وكان المغرب الاشاره ربح جنوب افريقيا ب2-1 في الرباط. الاخوان والاخوات، نعطيكم التشكيله ديال وليد الركراكي، لكن قبل ما تنساوش تدعمونا، باش ما كان في هذه القناه، لا تسم ابوني، دير جيم ولا خلي شي كومونتير، بارطاجي الفيديو. واللي مازال ما تابوناش يتابونا معنا. المهم الاخوه والاخوات باش ما نبقاش نعاود لكم هذه القضيه كل مره. ف السي وليد الركراكي قال انه اللاعبين المحليين ما استدعاهمش، وهذا الشيء جاب تنسيق مع العصبة الوطنية باش انهم يبقاو في الفرق ديالهم ويكملوا البطولة، باستثناء بن عبيد اللي كاين في اللائحة، حارس فريق الفتح الرباطي، ومطيع يوسف مطيع حارس فريق نادي الوداد البيضاوي واللي كيتألق في هذه الايام هذه. ف غيبقاو مع فريقهم لكن كاينين في اللائحة، وغادي يبقاو رهن إشارة وليد الركراكي في أي لحظة يقدر يعيط لهم ويجيو يلتحقوا بطبيعة الحال بالمنتخب اللي غادي يدخل في معسكر إعدادي الخميس المقبل في مركز محمد السادس بسلة الجديدة. حتى أن وليد الركراكي تواصل مع المدرب ديال أقل من 23 سنة، اللي هو السيد عصام الشرعي. ف آه، هو الركراكي قال له بالحرف انه انا وضعت رهن اشارتك للاعبين اللي كيلعبوا في المنتخب الاول وعندهم السن الاولمبي باش يشاركوا الى كنتي باغيهم يشاركوا في كاس افريقيا الاقل من 23 سنه اللي غادي تنظم في المغرب ابتداء نهار 24 شهر 6. فندخلوا الاخوه الاخوات للتشكيله بلا ما نبقاو نطولوا بزاف. بالنسبه لحراسه المرمى، فكاين ياسين بونو بطبيعه الحال، منير الكشوي المحمدي، كاين مهدي بن عبيد ويوسف مطيع. بالنسبه للدفاع، كاين أشرف حكيمي، نيف أجرد، غانم سايس، نصير المزراوي، إسماعيل أجندوس، أشرف داري، جواد اليميق، وبالإضافة لعبد القادر عبقري، وسعب اللوفي، فهد اللوفي عفوا، وآدم ماسينا. المهم الاخوان راح بعض الاسماء جداد، كاين هنايا بزاف ديال الاسماء اللي هما جداد في التشكيله، لهذا ما يمكنش تحفظ الاسماء ديالهم بواحد السرعه. بالنسبه للخط الوسط فكاين اسامه الادريسي، وبطبيعه الحال الاسد ديالنا اللي تالق في المونديال ديال قطر، سفيان امرابط، واللي متالق حتى مع فيورنتينا. كاين الصابيري بطبيعه الحال اللي مع سامدوريا، واخا واحد شويه الاداء ديالو تراجع، وبحال هادشي شويه نقص الاداء ديالو، وكان راه حنا شفناه اخر مره كان مشى ادى مناسك العمره، الله يتقبل لنا وليه وللجميع صالح الاعمال. قلنا الصابري، يوسف مالح، عمران اللوزة بطبيعة الحال، عمران اللوزة اللي رجع مرة أخرى، حكيم زياش المظلوم، اللاعب المظلوم في تشيلسي بصراحة، واللي كاينه هضره انه غادي ينتقل 100% في الصيف. ومجموعه ديال الصحف الانجليزيه هضرات على هذه المساله وقالت ان مستحيل زياش يبقى في تشيلسي جالس في دكه البدلاء. كاين الياس الشاعر اللي رجع مره اخرى، وبطبيعه الحال سفيان بوفال، اللاعب المهاري اللي دابا حاليا كيلعب في الدوري القطري. بالنسبه للهجوم الاخوه الاخوات، الهجوم ما فيه حتى شي تغيير، انتم راكم عارفين الهجوم هو بطبيعه الحال، ما يمكنش ما عندك ما تغير فيه.
كاين زكريا ابو خلال، النادي اللي كيلعب في نادي توروز، وحنا عرفنا الجدل اللي رافقه السيد، يعني صراحه يحترم ذو مبادئ ابار الكره. كاين يوسف النصيري بطبيعه الحال اللي متالق مع سيفيا، واللي انتقدهم شحال من مره، وعنده واحد الفضل كبير انهم وصلوا للنهائي ديال الدوري الاوروبي. كاين الزروري بطبيعه الحال لاعب شاب كما عرفنا، هو اللي كنعوض امين حارث فاش كان اخر لحظه تقسح، فاش ما مشاش مع المنتخب القطر ومشى بلاصتو الزروري. يعني لاعب شاب، وهاد اللاعبين الشباب خصنا نعطيهم اهميه. كاين وليد شديره. كاين حمد الله بطبيعه الحال. كاين التيسودالي اللي رجع مره اخرى. هذا مثلا الاخوه الاخوات، كانت هذه هي التشكيله كامله ديال المنتخب الوطني المغربي، عطيناها لكم في هذا الفيديو القصير. نتمنوا بالتوفيق للمنتخب ديالنا، لا مع الرأس الأخضر، واخا مباراة ودية ولكن مهمة في التصنيف ديال الفيفا ديال الشهر القادم. وكاين حتى يعني الماتش ديال جنوب افريقيا، واخا مأهلين خصنا نربحوا، لان ما يمكنش نتايا تربح البرازيل وتجي تخسر مع الرأس الأخضر ولا تخسر مع جنوب افريقيا، راه المسألة شوية غير منطقية. فخصنا كما تنقولوا نكرسوا ديك السيادة ديالنا على افريقيا، وعلى يعني بصفة عامة على المنتخبات اللي لعبنا ضدها، وبالخصوص ان اي منتخب غيلعب ضدنا غادي يلعب الكل لانه عارف راسو لعب قدام رابع يعني منتخب في كأس العالم السابقة. فهذا مثل الإخوة الأخوات، تحياتي لكم، كان معكم خوكم يوسف، كنحييكم. نتلاقاو فيديو آخر إن شاء الله على قناتكم إيجاد أسبور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.